أهلاً بالجميع. لو بتشعروا إنه ساعات اليوم بتطير قبل ما تخلصوا شغلكم فأنتم بالمكان الصح. في هذا الشرح رح نكتشف سوا 10 أدوات مجانية رح تقلب طريقة شغلكم تماماً وتساعدكم تستعيدوا السيطرة على وقتكم. خلونا نبدأ. خلينا نتفق على شغلة، الإحساس بالضغط والتعب مش دايماً معناه إن منتجين. المشكلة الحقيقية أبداً ما كانت إن ساعات الشغل قليلة. لا، المشكلة الحقيقية هي إن بنعتمد على الجهد العضلي والذهني وبس. بس اليوم هاي المعادلة رح نغيرها سوا. وهون منوصل للسؤال الجوهري اللي بيحدد كل شيء. هل منكمل بنفس الطريق ونضغط على حالنا بزيادة الجهد لحد ما نوصل للإرهاق؟ ولا منوقف لحظة ومنفكر بطريقة أذكى للشغل من الأساس؟ والفرق شاسع، صدقوني. الاعتماد على الجهد وحده نتيجته تعب وتقدم بطيء، بس الناس الناجعة فعلاً بتستخدم أدوات ذكية تشتغل لصالحها مش ضدها. هاي الأدوات بتضاعف تأثير كل دقيقة جهد بتبذلوها. وهي نقطة مهمة جداً. مش مطلوب نطبق كل شي مرة واحدة. ركزوا كويس، لأنه ممكن أداة واحدة بس من اللي رح نعرضها اليوم تكون هي بالضبط القطعة الناقصة اللي رح تعمل نقلة نوعية حقيقية في شغلكم. تمام، خلونا نبدأ ببناء أساس قوي. مستحيل نوصل لشغل احترافي بدون تنظيم. المجموعة الأولى من الأدوات رح ترتب مساحة عملنا الرقمية وتخلي الشغل مع أي فريق سهل ومريح جداً. أول أداة، مستندات جوجل، بسيطة بس عبقرية. انسوا تماماً قصة إرسال الملفات بالإيميل ونستنى التعديلات. هون الكل بيشتغل على نفس الملف بنفس اللحظة، والتغييرات بتنحفظ بشكل تلقائي. يعني كفاءة وسرعة ما في بعدها. ومننتقل لجداول بيانات جوجل. أي شغل فيه أرقام، سواء ميزانيات، قوائم مهام، أو حتى تتبع دخل، بيحتاج نظام. هاي الأداة هي مركز التحكم اللي بيجمع كل البيانات وبتحول فوضى الأرقام لوضوح تام بريح البال. والآن نوشن. يا جماعة، هذا مش مجرد تطبيق، هذا هو اللي بنسميه العقل الثاني. مساحة عمل متكاملة بتفرغ فيها كل أفكارك، خططك وملاحظاتك. فبدل ما تحاول تتذكر كل شي بيكون قدام عينك بطريقة مرتبة وواضحة. ونختم هالقسم بجوجل درايف، الخزنة الرقمية الآمنة. فكرة إنه ملف مهم يضيع أو ما نقدر نوصله وإحنا برا البيت بتنتهي هون. كل شغلنا متاح من أي جهاز بأمان وسهولة تامة. طيب، بعد ما رتبنا الأساسيات وصار كل شيء منظم، إجا الوقت نسيطر على سير العمل ونضيف لمسة إبداعية احترافية. الأدوات اللي جاية مصممة عشان تساعدنا نشوف المشاريع بوضوح ونصمم بسرعة. أداة تريلو عبقريتها ببساطتها، بتحول أي مشروع معقد للوحة مرئية سهلة جداً. نظرة واحدة على اللوحة بتعطينا صورة كاملة وين وصل الشغل وشو لازم نركز عليه. وشعور الرضا لما ننقل بطاقة من مرحلة قيد التنفيذ لتم الإنجاز رائع. في قاعدة مهمة بتقول: لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه. كلوكيفاي أداة بسيطة لكن مفعولها قوي جداً، بتساعدنا نفهم بالضبط وين ساعات يومنا بتروح، وبمجرد ما نعرف بتصير قراراتنا أفضل وبنتحكم بوقتنا بشكل فعال. كانفا هو الحل السحري لكل حدا محتاج تصميمات احترافية بس ما عنده خبرة بالتصميم. آلاف القوالب الجاهزة لكل شيء ممكن تتخيلوه. في دقايق بس نقدر نعمل تصميم شكله كأنه أخذ ساعات شغل، وهالشي بيرفع من مستوى شغلنا فوراً. هاي الأداة مثالي على الشغل بذكاء. بدل ما نضيع وقت طويل في محاولة قص خلفية صورة بدقة، هالموقع بيعمل المهمة بكبسة زر وفي ثانية واحدة بس. أداة بسيطة بتوفر وقت وجهد بشكل لا يصدق. وأخيراً بنوصل لأدوات التواصل، الطريقة اللي بنعبر فيها عن أفكارنا بالكتابة بتحدد كتير من احترافية شغلنا. الأدوات التالية رح تصقل كتابتنا وتخليها مؤثرة وذكية أكثر. خلينا نشوف تشات جي بي تي كأنه شريك إبداعي. هو ما بيعمل الشغل عنا أبداً، هو بيساعدنا نولد أفكار، نصيغ مسودات أولية، أو حتى نحسن نص إحنا كتبناه. باختصار، هو أداة بتسرع العملية الإبداعية وبتخليها أكفأ. لكل اللي بيكتبوا باللغة الإنجليزية، جرامرلي أداة لا يمكن الاستغناء عنها. دورها مش بس تصحيح الأخطاء الإملائية، لا، هي بتقترح تحسينات على الأسلوب عشان تكون الكتابة أوضح وأقوى، بترفع مستوى الاحترافية بشكل فوري. وهي خلاصة كل شي حكيناه. الفكرة مش إنه نشتغل ساعات أطول،
الفكرة هي إنه نختار الأدوات الصح اللي بتضاعف قوة كل ساعة شغل منستثمرها. هذا هو التحول الحقيقي في طريقة التفكير. تمام، بعد ما استعرضنا كل هالأدوات الرهيبة بيجي السؤال الأهم، كيف نبدأ؟ لأنه المعرفة وحدها ما بتكفي، التطبيق هو كل شيء. الطريق بيبدأ بخطوة بسيطة. أرجوكم لا تحاولوا تستخدموا كل الأدوات مرة واحدة. اختاروا بس أداتين حاسين إنهم رح يحلوا أكبر مشكلة عندكم حالياً. ابدأوا فيهم وشوفوا بنفسكم الفرق اللي رح يصير بوقتكم وجودة شغلكم. والآن الكرة في ملعبكم. بعد ما حدثتوا صندوق أدواتكم، شو هو المشروع العظيم اللي رح تبنوه؟ فكروا بالإمكانيات اللي صارت متاحة. شكراً لمتابعتكم.